طيب بتجيلنا أسئلة من ناس كتيرة على تأثير السكر على الكلى. أنا لو مريض سكر هل السكر ده ممكن يأثر على الكلى؟ في نسبة حدوث قصور كلوي مع السكر، وإزاي أعرف إن الكلى اتأثرت من السكر وإزاي أقدر أحمي الكلى؟ السكر من أشهر أسباب القصور الكلوي، ولينا نعرف إن 40% من مرضى الغسيل الكلوي كان سبب القصور الكلوي المزمن والنهائي عندهم هو السكر. السكر بيأثر على الكلى، وأمراض الكلى شائعة جدا في مرض السكر، سواء السكر من النوع الأولاني أو من النوع الثاني. امتى الاول ابدا ادور على القصور الكلوي؟ ابدا ادور عليه من مجرد ما تشخصت ان انا عندي سكر من النوع الثاني، وبعد 5 سنوات من النوع الاول. لان احنا عارفين طبعا ان مجرد ما تشخصت ان عندي سكر من النوع الثاني ده مش معناه ان انا عندي سكر من النهارده، ممكن من سنوات طويله وانا عندي سكر لكن ما وصلتش لتشخيص. بداية العلامات تأثير السكر على الكلى إن يحصل حاجة اسمها زلال أو بروتين في البول. البروتين ده بيبدأ بكميات قليلة وبعد كده بيزيد وبيكون واضح. السكر كمان ممكن يؤدي إلى ارتفاع في بعض إنزيمات الكلى اللي بتسبب الضغط الدم المرتفع، وبعد كده بنخش في مرحلة ارتفاع إنزيمات الكلى. إيه اللي نقدر نعمله عشان نحمي كليتنا من تأثير السكر؟ أهم حاجة نقدر نعملها إن إحنا نظبط السكر في الدم. ثاني حاجة إن إحنا نظبط ضغط الدم لو كان مرتفع. ثالث حاجة إن إحنا نغير نمط الحياة، وده بيكون ان احنا نغير طبيعة اكلنا، ان احنا نقلل الملح، نزود المية، ان احنا نقلل من البروتين الحيواني. رابع حاجة ان احنا ممكن نعملها ان احنا نمارس الرياضة، واقلها المشي بانتظام، وده هيساعد كمان على ان احنا ننزل وزننا اللي هو عامل مهم في تظبيط السكر. وخامس حاجة ان احنا اي حاجة هتأثر على الكلى وتأذيها بالضرر زي المسكنات المضادة للالتهابات نبتعد عنها. بكده نكون عملنا بعض الإجراءات اللي بتمنع من حدوث أو بتقلل من حدوث التدهور في وظائف الكلى مع مرضى السكر. انتظرونا في موضوعات طبية جديدة مع كلينيدو.